رمضان كريم. تعالوا هنعمل وجبة سهلة جدا تقدري تنفذيها. يعني قبل الفطار وتقدري تنفذيها لفكرة توزيع. هي سهلة وبسيطة ويعني كلها بتطبق كده في حلة واحدة او في طاسة واحدة، وما بتاخدش معاكي في وقت. واحنا من غير ما نسلق الفراخ ومن غير ما نتعب نفسنا، كل حاجة نعملها في طاسة واحدة او في حلة واحدة. تعالوا نشوف بقى وصفة الفراخ دي، بجد هتعجبك. انا عايزة اقولك ان الصوص كمان اللي على الفراخ ده طعمه جميل جدا، يعني يتغمس كده بالعيش او يتاكل مع الرز، بيبقى طعمه جميل جدا. حطينا كده الوجبة في الطبق وهقفلها بقى بالفويل ستريتش. عايزة اسألكم سؤال، هو ليه الراجل بيخون مراته؟ ليه يعني، ليه بجد؟ لو هي فيها عيب المفروض انت تواجهها بالعيب ده. الخيانة سواء من الراجل او الست بتخرب البيوت يا جماعة، حرفيا بتوصلنا لمراحل غريبة احنا ما نتوقعهاش. بتقل البركة لو في فلوس، بتضيع حسنات وثواب كتير في حياتك. فخلينا كده نتصالح مع نفسنا. لو شريك حياتك في حاجة يعني عيب او حاجة، ياريت تبلغه وتقوله مفيش اي مشكلة باسلوب كويس واسلوب حلو. لكن خيانة وشغل اللف والدوران وتقول اصل هي فيها وفيها، لا معلش، ممكن هي كمان برضو تبقى متحملة عندك عيوب كتير جدا بس هي ما بتتكلمش. لو يعني عايزين نقول بقى ايه، لو هنسوي الامور هنزعل قوي من بعض. احنا في ايام كريمة وايام مفترجة، عايزين ندعي كده يا رب يهدينا، يا رب وفقنا، يا رب بارك في بيوتنا. لي بقى في الكومنتات ايه سبب الخيانة بجد من وجهة نظركم. تعالوا نشوف بقى. هنا انا سيحت معلقة سمنة في الطاسة او في حلة، يعني على حسب الكمية. وهنا فتحت الورك زي ما انت شايفة كده، اديته يعني تقطيعة كده بالسكينة، وقسمت ما بين الدبوس والفخذ اسمر، لكن طبعا ما قطعتوش للاخر. ليه بقى انا فتحت الفتحات دي؟ اولا هي هتخلي الطعم احلى للوصفة، هتعزز الطعم، هتسهل التسوية بتاعة الفراخ. في حاجة كمان، ان هي هتخلي حجم الورك كأنه كبير. تمام، يعني لو الورك كده انا عايزة اقول لكم صغير صغير خالص، لكن في اخر التسوية هتحسي ان حجمه يعني، بصوا نفش كده، حجمه كبر عشان احنا وسعنا ما بين كده اللحم وبعضه. فتحسوا ان انتوا في الاخر حجمه اكبر. الحركة دي ممكن تعمليها في العزومات. انا هنا حطيته بقى مع فلفل اسود ورشة ملح. تحاولي الاول كده تحطيه على الوش اللي فيه الجلد، بمجرد ما ياخد لون هتقلبيه الناحية التانية. بس لازم ياخد لون عشان ما يلزقش منك في الطاسة، او يعني ما يبقاش لسه متماسك. ياخد لون من ناحية تقلبيه. كل اللي هنعمله ان كل ما ياخد لون من ناحية هنقلبه. يعني هتشوحي فيه كده يمين وشمال يمين وشمال. طبعا مش هيستوي كده بس، لا، اللي احنا لسه هنحط له حاجات تانية. هنحط له كده شوية بصل كمان متقطع، وعود من القرفة. وهنبدأ نضيف شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين. كل ما تشرب المية تضيفي شوية مية صغيرين. الطريقة دي حلوة جدا. وهنا هضيف التوابل التانية. انا ضفت ورق لوري، ولو حابة تضيفي شوية كمون ماشي تمام، لو مش حابة خلاص، لان انا عارفة ان الناس ما بتحبش طعم الكمون في الاكل. هنا بقى كل شوية بفتح كده اطمن عليها واقلبها، واخد من الصوص واحط عليها. الصوص ده بيبقى عايزه اقول لكم في يعني في نهايه الوصفه بيبقى طعمه جميل جدا. ان هو ممكن يتغمس لوحده كده، او يتحط على الرز لوحده كده من غير الفراخ. وهسيبها بقى تستوي تكمل سواها. طبعا احنا هنا حاطين عود من القرفه. لو ما فيش عود من القرفه، انت ممكن تحطي القرفه اللي هي سايبه او مطحونه يعني. هنا ضفت مكعبات من البطاطس، ما تكونش كبيرة، تكون صغيرة. وضفت شوية مية تاني عشان تبدأ تستوي. قبل ما اضيف المكعبات اتأكدت بشوكة ان الفراخ خلاص استوت. هي فاضلها بس ان البطاطس تشرب من الصوص كده وتستوي عشان يبقى طعمها بطعم الفراخ. بصوا كل شوية افتح ابص عليها اتأكد انها مش محتاجة مية واقلب. انا هنا اديتها رشه كمان اخيرا من القرفه
عشان بصراحة يعني طعم القرفة بيعزز الطعم جدا. الرشه اللي كانت على الوش دي كانت رشه. الوصفه دي سهله وبسيطه، وممكن تعمليها كده وانتي واقفه في المطبخ، ما بتاخدش وقت خالص. يعني لو متاخره انك تحضري الفطار او عايزه كده طريقه جديده لتقديم الفراخ في رمضان، اعملي الوصفه دي، ما بتاخدش وقت وسهله وسريعه. كل شويه ادي تقليبه بسيطه كده عشان البطاطس تشرب الصوص بتاع الفراخ. مش قادره اوصفلك، البطاطس بقى هتنزل النشا بتاعتها والصوص هيتقل معانا، طعمه بجد بيبقى خطير. عايزه تزودي صوص شويه زودي، عايزه تخليها تشرب الصوص خالص وتبقى يعني من غير صوص خالص برضو، يعني انتي بقى على حسب رأيك. شايفين الصوص تقيل ازاي؟ انتي بقى على حسب ايه راحتك الشخصية في الاخر، تزودي الصوص او تقللي. بصوا بقى كده بحط الصوص على الفراخ، طعمها ويديها شكل حلو، تبقى دسمة. الوجبة دي بتطلع الفراخ من جوه طرية جدا جدا ومستوية. احنا ولا سلقنا ولا عملنا اي حاجة، وكلها تبقى في حلة واحدة زي ما انتي شايفة كده. بتأكد ان الفراخ يعني البطاطس استوت. شفت كام واحدة بطاطساية كبار كده، حجمهم اكبر، فانا في الاول خالص يعني خرمتهم بشوكة كده عشان يستووا اسرع. كده خلاص اتأكدت من كل البطاطس، ودقت واحدة كمان لقيت طعمها حلو ومش مملح، كل حاجة مظبوطة. خلاص كده شايفين بقى الصوص قل خالص، انا ما كنتش عايزة صوص كتير قوي يعني في الوجبة. هنا بدأت اشيل التوابل الكبيرة اللي هي الورق اللوري. ممكن نسيب بس عود القرفة كنوع من انواع يعني التقديم، بيبقى مدي شكل احلى في الطبق. وكده خلاص يا حبايبي الوصفة خلصت. الوصفة دي جميلة جدا، اتمنى تجربوها مع شوية رز مصري بالشعرية او شوية عيش، بتبقى طعمها خرافي وجميل جدا. ممكن كمان تعمليها في العزومات. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. هستنى تعليقاتكم في الموضوع اللي قلت لكم عليه اول الفيديو. ما تنسونيش بقى من عمل لايك وتعليق حلو زيكم كده، وربي يسعدكم ويحفظكم يا رب، ويبارك فيكم وفي ولادكم وفي كمان عايزاكم تاخدوا لفة كده في القناة، احنا بنقدم وصفات سهلة وبسيطة وافكار جديدة للحلويات في رمضان. خدوا لفة، ممكن القناة تعجبكم. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ولو في امكانك تعملي وجبة او وجبتين وزعي، ما تبخليش. وفي الاول وفي الاخر بيتك واهلك اللي انت بتعملي لهم وجبات برضو بتاخدي ثواب كبير على وقفتك، ثواب افطار صائم. ودي كده النية لله ان انت بتفطري الصايمين اللي معاكي. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي.